مساء الفل يا جماعه. رمضان كل سنه بيبقى امتحان مش بس للجمهور، بيبقى اختبار للنجوم. اختيار عمل صح يرفعك لسابع سما، واختيار عمل غلط يفضحك قدام الجمهور ويخلي الناس ما تحبش تتفرج عليك. موسم رمضان 2026 واضح انه موسم القرارات الجريئه. في نجوم قررت تغير جلدها تماما، وبرضه في نجوم فضلت مريحه في المنطقه الامنه ليها. وطبعا عندنا ناس داخله بطوله لاول مره، بس داخله بمغامره 30 حلقه في موسم رمضان. السؤال هنا مش مين اشطر ممثل، السؤال مين اللي اختار صح. ازاي واحد يعمل دور رئيس جمهوريه وبعدها ينزل للهلس، وازاي نجم عنده فرصه انه يكبر بس لسه زانق نفسه في نفس التون بتاعته. النهارده مش جايين نتفرج، احنا النهارده جايين نناقش ذكاء الاختيارات. لو انت مش عارفني فانا سعد، وده برنامج المفتش الفني. واول واحد معانا هو ياسر جلال. بعد ما عمل دور رئيس الجمهوريه في الاختيار، عمل كل دور كلهم بيحبوا مودي. خلينا نبدا بصراحه. ياسر جلال بعد شخصيه رئيس الجمهوريه، شخصيه تقيله ومحسوبه بالملي، وازاي ينزل لمسلسل بالشكل ده؟ ماشي دنيتك عشان حلقه تعدي. وانا هنا مش ضد التنوع، بس التنوع لازم يبقى تصاعدي مش تنازلي. والبرومو مش مطمني، الشخصيه طالعه شكلها هلس زياده عن اللزوم. وطبعا الشخصيه ولا فيها تقل من البرومو باين، ولا فيها مساحه تمثيل واضحه. وده تحدي جديد ولا خطوه مش محسوبه؟ وانت عارف اللي فيها مجلس الشيوخ ما بياكلش عيش اليومين دول، فالراجل عايز يمشي دنيته ويمثل. وتاني بطل معانا هو ابن الزعيم محمد امام، اللي عامل مسلسل السنه دي اسمه الكينج. والمسلسل من البرومو الصراحه واضح ان فيه شخصيات كتير، مساحات للشخصيات كتير. طبعا مع بيشاركوا في البطوله عمرو عبد الجليل، مصطفى خاطر، ميرنا جمال عشان صاحبي عايزها، وطبعا ميرنا جمال عشان صاحبي بيتفرج عليها. والمسلسل بيشاركوا فيه ابطال كتير، وباين عليهم ان كل واحد واخد مساحته. ومحمد امام الصراحه من كل اعماله ان هو عنده حضور رهيب، وانسان لو مكتوب له صح هيعمل مسلسل حلو او فيلم جميل. والصراحه من البرومو حسيت ان في مجهود معمول في المسلسل، في اكشن حلو، في طريقه حلوه، فيها ممثلين كتير. الصراحه من اجمد الممثلين اللي انا شايفهم الفتره دي، فان هم يتجمعوا في عمل واحد، فمتوقع ان العمل ده هيعجب الناس بطريقه كويسه. ده مهم جدا في موسم مزدحم زي موسم رمضان 2026. نيجي بقى لبابا المجال، درش الشغلانه اللي بيدي القافيه وبيرد عليه بقافيه تانية، مصطفى شعبان. ومصطفى شعبان عنده مشكله، كل سنه بيعمل بنفس التون، بنفس الطريقه، بنفس اللازمات، بنفس اللاي. لو جيت على السكه اخدك على الدكه، والطريقه اللي احنا ما بنخلصش منها في كل موسم رمضان. ليه مصطفى شعبان بقاله فتره، وده غريب على مصطفى شعبان، لان مصطفى شعبان اللي شفناه في ايوب واللي شفناه في اعمال كتير جدا ما يقولش ان ده مصطفى شعبان بتاع بابا المجال ودرش. واضح ان مسلسل درش فيه مساحه تمثيل ضخمه، فيه فقدان ذاكره، فيه ماضي غامض، ودي بتخليك تتشجع انك تتفرج على المسلسل. بس لو كمل في حته اللازمات الناس هتبدا تزهق منه، مع ان المسلسل من البرومو باين انه مسلسل تقيل وفيه قصص حلوه. نيجي بقى لبابا الشغلانه يوسف الشريف. وقبل ما نبدا، شابوه يوسف الشريف. انا من يومين شفت كومنت واحد داخل يقول له يا استاذ يوسف الناس كتير بتتابعك، حرام عليك تدمر صحتك بالشابو. معلش يا حاج، شابوه دي تحيه مش اللي بيتشد يا حاج، اسفين لك. يوسف الشريف حاله خاصه، في ناس كتير قوي شايفاه انه بيكرر نفسه، وناس شايفاه طبعا انه دايما محافظ على مستواه. بس الاكيد ان محدش يقدر يقول ان يوسف الشريف بيعمل حاجه تقلل منه. حتى كوفيد 25 رغم الجدل والناس كتير ما عجبهاش، بس ناس حبته، مش عشان المسلسل، عشان يوسف الشريف ثابت على نفسه، ثابت على شخصيته اللي عمره ما حاول يقلل من نفسه او مثل وحش. لو المسلسل نفسه الحاله ما كانتش احسن حاجه والقصه مش احسن حاجه، بس يوسف الشريف كان احسن حاجه. هل المحافظه دي كفايه ولا محتاج يخرج بره الزون اللي هو فيها شويه؟ نيجي بقى لعم الشغلانه احمد العوضي. احمد العوضي انا شايفه بقالي كام سنه ماشي بشخصيه نفس هي مش راضي يخرج من الزون اللي هو فيه. انا نفسي يخرج منها، يعني انا نفسي يرجع يعمل هشام عشماوي تاني، يعني نغير، مش دايما الراجل اللي بيتظلم في الاول وبعد كده بيخرج ينتقم. محمد رمضان خلصها يا باشا من 2016، يعني حاول تغير، حاول تعمل قصه جديده، حاول تخلي شخصيتك يبقى فيها شويه كوميدي، يعني حاول تبقى ممثل مش واحد عربجي بيتجاب يتعمل بيه قصص معينه. احمد العوضي موهبه كويسه، بس لو اشتغل على نفسه وخرج بره الزون اللي هو فيها. وهل هنشوف شخصيه جديده فعلا في علي كلاي عن اللي شفناها في الكام سنه اللي فاتوا، من غير الضرب والجعيل 120% تستيرون اللي بيدالنا جرعه كل سنه؟ نيجي بقى لعمرو سعد. وانا الصراحه حب لعمرو سعد من كتر المسلسلات اللي شفتها له، انا شايف ان عمرو سعد ده من اتقل المواهب في الساحه المصريه. بس كان عنده الازمه بتاعت السنه اللي فاتت سيد الناس الجعير، وده كان عشان الشخصيه، وانا طلعت علقت عليه والحلقه موجوده. يعني انا مش ببرر له، بس نقول السكريبت كان ماشي كده. بس عمرو سعد موهبه محدش يقدر يقلل منها ابدا.
السنه دي داخل معانا بمسلسل افراج. اللي شفناه في البرومو ان راجل قتل مراته وعياله، بعد كده اتسجن، بعد كده طالع عشان ينتقم. اول حاجه هينتقم من مين؟ وهل هو اللي قتل بجد ولا حد قتل وهو اللي لبسها؟ ده هنشوفه. بس عمرو سعد موهبه محدش يقدر يقلل منها الصراحه. شفناه في مسلسلات كتير زي وضع امني، يونس ولد فضه، وده احسن مسلسل من المسلسلات بالنسبه لي. وطبعا عاجبني مشاركه حاتم صلاح. انا حاتم صلاح اللي كان شدت انتباهي طول البرومو. عايز اشوف حاتم صلاح بطريقه غير الكوميديا، وشكله عامل الشخصيه حلوه. فخلينا نشوف مسلسل افراج لعمرو سعد هيعدي ولا هيتركن على الرف جنب مسلسل سيد الناس. نيجي بقى لشخصيه الكوميديان احمد رمزي. وانا فيديوهات احمد رمزي يعني مش عايز اكاد اجزم اللي انا ما فوتش ليه فيديو على السوشيال ميديا. واحمد رمزي موهبه كويسه، تعب عشان يوصل، عشان انسان كويس محترم، ما عندوش حاجه قبيحه في فيديوهاته. بس انا عندي مشكله في مسلسل فخر الدلتا. مسلسل 30 حلقه، انت داخل بمسلسل كاول بطوله ليك 30 حلقه. احمد امين بجلاله قدره لما حب يرجع بمسلسل النص رجع 15 حلقه. فانا خايف ان التجربه دي لو عدت بطريقه وحشه الناس ما تحبكش، مع ان انت موهبه كبيره جدا. بس التجربه دي لو نجحت انت خلاص عديت الفلنكات. هنشوفك السنه الجايه بنقول شابوه احمد رمزي بعد يوسف الشريف. وطبعا معانا مسلسل بيبو بتاع كزبره، وده برضو بطوله اوليه لكزبره بس 15 حلقه. ومن البرومو شدني لان انا الصراحه حسيت ان كزبره من الشخصيات اللي بجد اتاثر فيها واتغيرت. كزبره كان بادئ مغني مهرجانات، بعد كده لما اشتغل على نفسه وعرف الناس في المجال الفني بدا يتغير تفكيره، انه بدا يتغير. شفناه في الحريف عمل دور كويس. فان يجي حد يثق فيه ويديله مسلسل 15 حلقه بطوله كامله في موسم رمضان التقيل ده، فان شاء الله هنشوف كزبره في حاجه كويسه، وان شاء الله المسلسل ينجح ونشوفه في اعمال تانية كتير. الخلاصه موسم رمضان موسم زحمه وموسم كبير ونازل فيه مسلسلات كتيره باسامي تقيله، فاللي مش اللي هيكسب فيه طبعا مش اللي بيضرب نار او يزعق او يقعد يضرب في الناس. اللي هيكسب فيه هو اللي اختار صح، اختار شخصيه كويسه، نص مكتوب كويس، اختار منطقه جديده يقدر يلعب فيها والناس تكتشفه غير الشخصيات اللي احنا اتعودنا عليه فيها. واهم حاجه البرومو نزل، هو ده الانطباع الاول عن المسلسل. البرومو لو حلو الناس هتحمس تدخل تتفرج، البرومو لو وحش الناس هتقول لك مش داخله اتفرج، احنا متعودين عليه فخلاص اللي هو زيه زي السنه اللي قبله، والمسلسلات محدش هيتفرج عليها. فالبرومو الانطباع الاول لاي مسلسل ناجح. انا شايف ان موسم ممكن يطلع مسلسلات منه تقيله وناجحه، وشايف برضو ان في مسلسلات ماشيه بقوه الدفع، اللي هو ايه، خلاص انا ممثل تقيل وليا اسمي فلا هعمل اي عمل الناس هتدخل تتفرج عليا ومش هتمل. موسم رمضان عندنا في مصر ما بيرحمش، لا تطلع منه كسبان لا تطلع منه خسران مسيرتك كلها. قولوا لنا بقى في الكومنتات مين من النجوم اللي قلت لك عليها هو هيبقى الحصان الاسود في رمضان، مسلسله هيعدي ويعمل اعلى نسبه مشاهده. قولوا لنا برضو انهي مسلسل انتوا شايفينه من البروموهات هيبقى اقل من التوقعات او مش هتفرجوا عليه، ولو عندكم مسلسلات تانية عايزيننا نتكلم عنها اكتبوها لنا في الكومنتات. وطالما وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تعمل لايك كومنت سبسكرايب للقناه وتكتب رايك في الكومنتات. انا سعد وده برنامج المفتش الفني. سلام.